اكتم عن الناس ثلاثة: ذهبك وذهابك ومذهبك. ذهبك اللي هو مالك، وذهابك رايح فين وجاي منين ومسافر فين وبتشتغل فين، ومذهبك لا تعطي النصيحة لأحد إلا إذا طلبها منك. ما تقولش للناس أنا بعمل وأنا بسوي وأنا بروح وأنا باجي. هتنجح في الحياة وهتسعد، لأن العيون بترصد الناس، يعني خاف من عيون الناس. الشكل بتاعها الجميل، الجبنه هي سايحه، ده اللي انا بقول عليه. بصوا كانها موتزاريلا بالظبط بالظبط، يعني حاجه والله بجد بجد بجد. جربوها، اقسمت بالله هتعجبكم جدا وهتشكروني على الطريقه دي، انها طريقه اقتصاديه جدا وتنفع في غدوه وفي عشوه كمان، مع كوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي او كوبايه حليب اللي تسموه. بس انا المره دي مش هحط لها جبنه ولا هحط لها حاجه. البيتزا بتتكلم عن نفسها، شوفوا الجمال وشوفوا الشياكه، حاجه كده رهيبه. هنعمل مع بعض كام واحده تاني. عايزه اقول لكم البضايه الواحده والطماطمايه الواحده والفلفلايه الواحده لسه مكفيه معايا ان انا اعمل كذا واحده. اتمنى الطريقه تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون افدتكم بحاجه. وبجد لو الطريقه عجبتك ما تنسينيش تدعي لي، لاني بصراحه انا محتاجه الدعوه جدا 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 في امثل حاجه ليها. دمتم في دوام الله. ولو انت لسه جديده معايا في القناه ما تنسيش تقلبي في الفيديوهات، في حاجات كتير ممكن تعجبك عندي وفي حاجات ممكن ما تعجبكيش، الاذواق بتختلف من انسان للتاني. سلام عليكم. والميه قطعنا فيه فلفل رومي وبيضه، وبنقطع كمان الطماطم هنحطها في الدقيق والميه والبيضه، شويه فلفل اسمر، ذره ملح، ونقلب ونحط كمان الطماطم. هنعمل احلى بيتزا في الطاسه. نقلب كل الخليط مع بعضه. ما تنسوش ان احنا حاطين بيضه مع الدقيق والميه، ذره ملح، فلفل اسمر، حطينا رشه فلفل اسمر تاني، فلفل وقوطه مع بعض عشان لما تستوي هنحطها على الوش. هنرجع نضيف حبه جبنه هنا، ودي حاجه اختياريه. عندي جبنه بورلاند، مش جبنه رومي ولا اي حاجه، انت عايزه تضيفيها ضيفيها، مش عايزه براحتك. هناخد كده نص معلقه كبيره وهنضيفها على الدقيق. هنبتدي نقلب الجبنه مع الدقيق والقوطه والفلفل الرومي لحد ما تدوب خالص. تمام، مش عايزه اثر للجبنه زي ما انتم شايفين كده، مش عايزه اي اثر للجبنه، بحيث انها العجينه لما تستوي تمط معانا زي ما يكون رامين فيها موتزاريلا. يبقى احنا جبنا دقيق، نص كوبايه دقيق على ربع كوبايه ميه، ذره فلفل اسمر، ذره ملح، قلبناهم وحطينا قوطه مقطعه، طماطم مقطعه، بندوره مقطعه اللي تسموه، وجبنا فلفلايه روميه حلوه نضره قطعناها. نبتدي نقلب كده في اي حاجه، كوبايه، كزروله، اللي عندك بقى. وبعدين تحطي بيضايه وتقلبيها لحد ما تلاقي القوام كده تقيل شويه. تمام، دي في جبنه، دي حاجه اختياريه، عايز تحطيها شيدر، رومي، اي حاجه اللي عندك. انا عندي جبنه بيضه فانا هحطها جبنه بيضه عشان تدي طعم للعجينه كانها بيتزا بالظبط، وكل ده من غير خميره. تمام، وهنا قطعنا بندوره، طماطم بفلفل. عايزه اقول لكم بقى القالب مهم في ايه. لو انت عندك قالب يبقى انت كده في الامان. ليه بقى؟ القالب بيبقى سهل ان انت تحركي العجينه معاكي. بصي سهل ان انت تحركيها، يعني نبتدي نرفعها كده. بصوا عايزه بس اوريكم حاجه اهو. بصي كده بقت العجينه سهله معاكي جدا. تمام، نبتدي بقى نحط الجبنه ونحط، هي كده كده فيها جبنه وماسكه نفسها وكل حاجه. بصوا يعني انا عايزه اوريها لكم. بصوا اهو، انا كده بسويها من ناحيتين، صدقوني احلى من بتاعه بره بكتير.
انت يعتبر عامله بشاميل بالجبنه كده بدقيق، يعني وجبه متكامله للاطفال هتعجبهم جدا. انا بعملها على طول يعني لاولادي من ساعه ما عرفت الطريقه دي، موفره جدا وجميله. هحط بس شويه جبنه هنا، اطلعها الاول من القالب واحط شويه جبنه. طعمها ايه يا رضوان؟ جميلة. بصوا يعني حاجه كده الاطفال هيحبوها قوي 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 قوي. ونصيحه بلاش تعمليها شكل عشوائي، اعمليها بالقالب. القالب هيمسكها لك كويس جدا، يعني هيخليها لك سهله التحكم زي ما انا مورياكي كده اهو. بصوا يا جماعه انا بصور بايد وبمسك بايد، انت بس بتزقيها كده اهي بالمعلقه بالسباتيولا هتنزل معاكي على طول. خلاص احنا كده سويناها من الجنبين. نبتدي بقى، عايزه تقدميها كده قدميها، عايزه تحطيها في على وشها جبنه زي ما انا بعمل وخضار حطي، فاهماني؟ انزلي زي ما انت شايفه كده. ابتدي لمي البيتزا بتاعتك كده، حاولي تدوريها تمام، وطي النار عليها هتستوي معاكي بسرعه جدا. ما تنسيش الماده الدهنيه بتخليها تستوي معاكي بسرعه، اللي هي الزيت او السمنه او الزبده اللي عندك اعمليه مش شرط. وبعد كده بتغطيها، وطي عليها النار، غطيها سيبيها شويه بحيث انها تستوي كويس. هبتدي كده اشيل الغطا، لسه ما استوتش. اول ما تستوي هنعرف. تحت من هنا اي سباتيولا عندك عايزه تخلي الوش خليه، بس انا بقلبها عشان خاطر تستوي على الجنبين. متقلقيش كله هيتصلح اهو. صلح زي ما انتوا شايفين كده. البيتزا اللي هي ديت انا شفتها بصراحه طريقه صينيه من الصين. بعد كده بجيب حته جبنه زي ما انتوا شايفين. الحته اللي استوت دي ابتدي ان انا ادهن عليها جبنه، ودي افتكاسه مني انا تمام. هي المفروض تتاكل كده، بس انا عشان بحب ولادي يستفادوا بكل حاجه فانا عايزاهم ياكلوا جبنه. انا كده وزعت البيتزا. ما تنسوش العجينه دي كلها غذاء، معموله دقيق وبيض، مفيش اي حاجه تانية غير الدقيق والبيض والميه. هتبتدي تستوي كده. حطيت عليها الجبنه، ابتدي بقى ازرع شويه فلفل وطماطم على الوش، اغطيها تاني. انا عملتها بشكل عشوائي، تقدري تستخدمي قوالب البيض ديت تعمليها بشكل زهره قلب اي حاجه عندك. ابتدي ان انت تستخدميها بيها. القطاعات السيليكون اللي هي بتاعت العجين تقدري تحطيها وتعملي بيها شكل البيتزا اللي انت عاملاها. انا عندي شكل الزهره دوت هبتدي ان انا اعمل بيه. هعمل لكم واحده تانية، تعالوا معانا نشوف النتيجه. ابتدت تستوي كده تمام. اظن انها عجينه سهله اقتصاديه الاطفال هيحبوها وغير مكلفه بالمره. طلعت معايا اهي. ابتدي بقى اعمل الشكل التاني. هبتدي احط كده القالب دوت، هبتدي اخد بالكبشه كده. بسم الله. اللي عايزين نظبطها بقى المره دي تبقى قد الشكل بالظبط زي كده. هتبقى كده. هتعمل لنا عجينه تخينه وحلوه، نستنى عليها شويه، هنغطيها ونرجع تاني نقلبها على الوش التاني وهتبقى سهله معانا. اظن ديت هتبقى حلوه جدا وهتبقى واخده شكل معين وهيبقى سمكها عريض زي القالب بتاعها بالظبط كده، عكس العشوائيه اللي احنا عملناها اول مره. انا عملت الطريقتين عشان خاطر لو محدش عنده القالب ده او تقطيع العجين مثلا يعملها عشوائي كده. فانا مسكت العصايه من النص عشان انا مش عايزه ازعل المشاهدين مني. يبقى انا كده عملتها بشكل عشوائي وعملتها بشكل قوالب. اي قالب عندك تقدري تستخدميه. والمكونات بسيطه جدا، دقيق وميه وملح، شويه فلفل اسمر، طماطمايه، فلفلايه رومي، شويه جبنه بيضايه. يعني الموضوع كله مش هيكلفك حاجه. بدل ما تروحي تجيبيها من بره ب7 جنيه حاليا، يعني البيتزايه نفس الحجم ده وفي المدوره ب7 جنيه، لا انت هتعملي كذا واحده في البيت وببضايه واحده ب3 جنيه
وشويه دقيق عندك في البيت وحته جبنه وطماطمايه وفلفلايه، وهنشوف النتيجه سوا. السيليكون ده اللي اتكلمنا عليه بيحرق كل حاجه، بس حبيت اجرب فيه البيتزا النهارده. يلا بينا نشوف. بسم الله. الله 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 الله، دي بقى مش كيكه، دي بيتزا. بيتزا يا جماعه، بيتزا والله. انا اخد بجد صوتي اتشال من الحلاوه اللي انا فيها. بيتزا 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 على شكل قالب كيك، حلوه لذيذه جميله، وكمان يعني لازم تجربوا الطريقه دي. يلا بينا.